يا صباح الورد والفل والياسمين. الجو حر، مكسلين نفسكم في حاجة حلوة وسهلة وسريعة، يبقى الطريقة دي ليكم. النهاردة عاملة لكم احلى صينية جلاش ممكن تاكلوها في حياتكم، صينية جلاش بالمكسرات وسادة. اصغر واحد في البيت ممكن يعمل الطريقة دي بكل بساطة، طريقة سهلة وبسيطة وما فيهاش اي حاجة صعبة خالص. عندي هنا مكونات السيرب بتاعي او الشربات. عندي كوباية ونص من السكر وكوباية مية وكمان شريحتين من الليمون، وعندي معلقتين من ماء الزهر او ماء الورد، ممكن تحطي باكيت فانيليا عادي جدا. انا حطيت ماء زهر، حطيت معلقتين حلوين كده بيدوا طعم حلو قوي. ما عندكيش ما تحطيش براحتك خالص. هنا بقى احط شريحتين الليمون وهرفع الحاجات دي كلها على النار. اول ما ياخد اول غلوتين كده على نار عالية هوطي عليه خالص لمدة 5 دقايق كده، وكده هيبقى تمام معايا قوي. مكوناتي كلها بسيطة، لفة جلاش فوزداني ولوز وسمنة بلدي. انا بحب احط سمنة بلدي، بس انت عايزة تخلطي سمنة وزيت مع بعض فبراحتك. هنا كان عندي سوداني ومكسرات، هنجرشهم كده جرشة خشنة شوية عشان مش عايزاهم ناعمين بالكبة، يعني ايه تضربي وتفصلي، ما تفضليش ضربة على طول علشان ما ينعموش كده. انا مش عايزاهم ناعمين، انا عايزاهم يبقى فيهم قطع سليمة كده وحلوة. هنفضيهم في طبق بقى، وهجهز كل الحاجة بتاعتي اللي هي لفة الجلاش والسمنة والمكسرات. بس مكونات بصوا بسيطة، مكسرات وسمنة ولفة جلاش. ما عندكيش مكسرات اعمليها كلها سادة وهتبقى حلوة قوي. هنا بقى احط السمنة في الميكرويف 30 ثانية كده عشان تسيح. هنا الشربات بتاعي كان جاهز وبقى زي الفل. بصوا كان شكله حلو ازاي. هحط بقى ماء الورد في الخطوة دي. انا الاول ما حطيتهاش عشان طعمها ما يروحش مع الغليان، انا عايزة طعمها يبقى ثابت كده ويبقى حلو، وفواحة كده بتبقى طعمها حلو قوي. فحطيتهم بعد ما الشربات خلص خالص. جبت هنا بقى صاج. انتي بقى عايزة تعملي في صينية في اي حاجة، بس احلى حاجة الصاج بيبقى شكله حلو كده، وبيبقى كبير وبيعمل معاك كمية كبيرة وبياخد لفة الجلاش كلها من غير ما تتنيها. فبتبقى حلوة قوي لفة الجلاش كلها بتخش كده في الصاج. هنا بقى هبدأ ان انا ادهن الصاج بتاعي كله سمنة، وهاخد ورقتين ورقتين من الجلاش، وبين كل ورقتين هحط كده طبقة سمنة خفيفة مش كتير عشان ما تبقاش يعني دسمة كده ومجزعة. هعكسهم علشان انا في عندي فراغ كده في الصاج، فهبدأ ان انا احط بقى ورقتين كده وورقتين كده علشان اداري الفراغ ده. انما هي ورقة الجلاش كلها بتخش في الصاج مرتاحة، ما بتخلينيش ان انا اقطع منها حاجة، فهو الصاج يعني احسن حاجة. بس انت لو ما عندكيش صاج فممكن تعملي في اي صينية مربعة، بتبقى برضو لطيفة جدا وبتبقى حلوة. ورقتين ورقتين وهدهن سمنة. دلوقتي بقى هحط المكسرات بتاعتي. انا عايزه اعمل نص صاج بالمكسرات ونص الصاج التاني يبقى ساده. حابه ان يبقى فيه كده وفي كده، في بالمكسرات وفي ساده، بدل ما اعمل صينيتين لا انا هعمل صينيه واحده بس وتبقى فيها الاتنين، فهيبقى حلو قوي. المكسرات بتاعتي حسيتها قليله كده فهرجع اطحن مكسرات تاني. برضو طحنت سوداني ولوز. اي مكسرات عندك تبقى تحفه، يعني اي حاجه حطيها عادي جدا. فدلوقتي طحنتها ورحت مزوده برضو وكملت نص الصاج، ونص الصاج التاني يبقى ساده. هسوي بقى المكسرات بتاعتي في كل حتة كده عشان يبقى كل قطعة يبقى فيها مكسرات كتير وتبقى حلوة قوي. هنا بقى هحط سمنة كده على المكسرات عشان تتحمص وهي في الفرن كده، وتبقى كريسبي متبقاش طرية او كده، فتبقى حلوة كده وبتقرمش. هغطي بقى الصاج التاني بالنص اللي فوق، وبكل برضو رقين هحط سمنة، كل رقين هحط سمنة لحد ما اخلص كمية الجلاش بتاعتي كلها. هنا بقى خلصت الكمية بتاعة الجلاش بتاعتي كلها، هبدأ ان انا اقطعها التقطيعة بقى اللي انت عايزاها. عايزة تقطعيها مثلثات، عايزة تقطعيها مربعات، التقطيعة اللي تريحك قطعيها. انا صراحة كنت محتارة اقطع ايه، قعدت اشوف اقطع مربعات اقطع مثلثات لحد ما رسيت في الاخر ان انا اقطعها مثلثات. شكل انا بحبه وبحب ان انا اكله يعني، عادي يعني اي تقطيع عادي جدا. ممكن تقطعيها صوابع كده، يعني مش صوابع رفيعة قوي، صوابع تخينة شوية، هتبقى برضو لذيذة قوي. افضل بقى ان انا اقطعها مثلثات لحد ما اخلص الصاج كله بالشكل ده. بصوا سمبوكسة كده، مرة شمال مرة يمين لحد ما يتكون معايا مثلث قمر زي كده. هخلص بقى الصاج كله بنفس الطريقة دي، ان انا اقطعه مثلثات. عايزة تقطعي مربعات زي ما قلتلك براحتك خالص. بس هو الشكل ده كان حلو قوي. هدخلها بقى الفرن درجة حرارة 250، الفرن شغال من فوق ومن تحت، ما بتاخدش 7 دقايق 10 دقايق على بعض، وفي ثانية واحدة بتطلع على طول. هو اصلا الجلاش مش بياخد وقت خالص. هنا بقى الشربات بتاعي بارد تماما، هو مش ساقع لكن بارد. انا عملته في اول الفيديو عشان يبرد براحته خالص ويبقى بارد، ما يبقاش فيه اي سخونية خالص.
عشان ما يطرليش الجلاش. انا الجلاش بتاعي كان بصوا كرانشي وكريسبي قوي لحد اخر قطعة، لحد ما خلص كان تحفة. كان مقرمش بسبب ان الجلاش اتسقى بشربات بارد تماما، مش شربات سخن. لازم يتسقي بشربات بارد. مش مشكلة عندي الجلاش بتاعي يكون سخن او دافي، المهم ان الشربات بتاعي يكون بارد تماما عشان ما يطريش الجلاش. انا بقى سقيتها بالكميه المناسبه، انتي حابه تقللي حابه تزودي فبراحتك خالص. هحرك بقى الصاج بتاعي في جميع الاتجاهات عشان يبقى كله مسقي والشربات متوزع حلو في كل الصاج، ما يبقاش فيه حته فيها وحته ما فيهاش. فلازم ان انا احرك كده الصاج في كل الاتجاهات كده والشربات ينزل كده ويبقى بصوا خطير. بصوا بقى هنقطع دلوقتي الجلاش. الجلاش بجد كان في حتة تانية خالص، كان خطير خطير خطير. والمكسرات كانت كتيرة كده غير اللي احنا بنشتريه من بره بيبقى فيه حبة كده وخلاص. لا هو كان بجد فيه مكسرات كتير قوي. والسادة برضو كان حلو قوي. انا بحب عامة الجلاش السادة بيبقى لذيذ كده وحلو، فبيبقى حلو قوي. جربوه صدقوني مش هتندموا خالص. هي لفة جلاش وحطيها في الفرن هتطلع لك احلى حلو. فيعني حلو خطير. الف هنا وشفا على قلوبكم يا رب.